حسيت إنك مش قادر تبعد عن حد معين حتى لو وجوده في حياتك بيأذيك، أو إنك متعلق بحاجة أو عادة ومش قادر تستغني عنها؟ ده شعور بيحصل كتير، وناس كتير بتفتكر إن الشعور ده دليل على الحب والأمان. لكن في الحقيقة ده شعور صعب ممكن يأذي اللي بيحس بيه واللي معاه. طب هو إيه الفرق بين التعلق الصحي والتعلق المرضي؟ وإمتى نقدر نقول إن عندنا مشكلة لازم نحلها؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة، ونحاول نفهم أكتر إزاي ممكن نخرج من حالة التعلق الزائد بطريقة صحيحة. أنا متحمسة جدا أبدأ الحلقة وحابة نتناقش في كل تفاصيلها. في البداية برحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وبرحب معاكم بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ حلقتنا النهاردة موضوعها عن التعلق الزايد وازاي ممكن نتعامل معاه بطريقة صحية. جاهز نبدأ؟ أهلا بيك يا كوتش، برحب بيك وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. أنا جاهز جدا أبدأ لأن الحلقة دي فعلا مميزة وبتشغل ناس كتير. طب في البداية يا كوتش في سؤال مهم عايزين نوضحه لكل مستمعينا. ازاي نعرف ان التعلق ده طبيعي وامتى يتحول لمشكلة؟ التعلق الطبيعي بيكون في مساحة من الحرية والاستقلالية، بمعنى انك تقدر تعيش حياتك بشكل متزن حتى لو الشخص اللي متعلق بيه مش موجود. اما التعلق المرضي بيبقى فيه اعتماد زايد على الطرف التاني، وان حياتك واقفة على وجود الشخص ده. يعني مثلا ممكن حد ما يعرفش ينام أو يكمل يومه بشكل طبيعي من غير رسالة أو مكالمة من حد معين، وده معناه إنه خرج عن الإحساس الطبيعي ودخلنا في دايرة التعلق الزايد أو التعلق المرضي، واللي ممكن يكون مرتبط بمخاوف داخلية زي الخوف من البعد أو عدم الشعور بالأمان. وهنا في سؤال مهم جدا: إيه الأسباب اللي ممكن توصل حد إنه يتعلق بالشكل ده مع حد تاني؟ في اسباب كتير ممكن توصل حد انه يتعلق بالطرف التاني تعلق مرضي او زايد، زي مثلا فقدان الشعور بالحب والاهتمام في الطفولة، وفقدان حد مهم في حياة الشخص ده، او ان الواحد يمر بتجارب مؤلمة تخليه يدور على الامان في اي علاقة. يعني أحيانا بيكون السبب متعلق بالحالة النفسية من الطفولة، وممكن بسبب تجارب حياتية ساعدت في تحول مشاعره بالشكل ده. وهنا العلاج مش مجرد قرار، لكن بيحتاج وعي وتغيير في طريقة التفكير. طيب ممكن نوضح لمستمعينا لو حد اكتشف انه عنده تعلق زايد ومرضي ممكن يخرج منه ازاي بطريقة ما تأذيهوش او تأثر عليه؟ سؤالك مهم جدا يا كوتش. أول خطوة هي إنه يعترف بالمشكلة، وبعدها يبدأ يشتغل على نفسه، زي مثلا يخصص وقت ليه، يهتم بحاجة بيحب يعملها أو حابب يطور نفسه فيها، يحاول يفهم نفسه وإيه اللي بيكون محتاجه من العلاقة من غير ما يعتمد على الطرف التاني إنه يعملها له. ده ممكن يكون صعب في البداية لأن الشخص بيحس إنه مش قادر يتخلى عن الطرف التاني اللي متعلق بيه، وهنا الخطوة اللي بياخدها محتاجة صبر شوية ودعم نفسي كبير، سواء من أصدقاء مقربين أو من لايف كوتش لو لزم الأمر، لأن فعلا الخطوة دي بتحتاج صبر وإرادة ودعم علشان تمر من غير تعب أو إجهاد نفسي. ناس كتير لما بتسمع كلمة تعلق أول حاجة بتيجي في بالها إنه متعلق بشخص معين، بس التعلق المرضي ممكن يكون بأشكال تانية. بالظبط كده، التعلق مش بس في العلاقات العاطفية، في ناس ممكن تتعلق بعادة معينة، زي إنهم مش قادرين يبدأوا يومهم من غير حاجة معينة بيعملوها دايما فتعودوا عليها، أو حد متعلق بوظيفة معينة حتى لو مش مرتاح فيها، أو ممكن يتعلق بمكان معين ويرفض التغيير. وده بيخلينا نفكر دايما: هو كل التعلق اللي في حياتنا غير صحي؟ ولا في فرق بين إننا نحب حاجة ونرتاح لها وبين إننا متعلقين لدرجة إنها بقت محور حياتنا ومش عارفين نمارس حياتنا بشكل طبيعي؟ الفرق بيكون في التأثير، لو الحاجة دي بتخلينا نحس إننا مبسوطين ومش مقيدين وبنتعامل في حياتنا بشكل طبيعي بدون قلق أو توتر، يبقى ده تعلق طبيعي وصحي جدا. أما لو الشخص أو الحاجة اللي متعلقين بيها مش موجودين وقتها بنحس بقلق وتوتر ولخبطة في حياتنا، فلازم وقتها نعرف إن في مشكلة ولازم نواجهها، لأن المواجهة بداية الحل.
ممكن أسلوب التربية للطفل يكون ليه دور في إن الطفل يكبر ويكون عنده تعلق مرضي؟ طبعا التربية بتأثر بشكل كبير على طريقة التعلق باللي حوالينا. في المستقبل في علم النفس في حاجة اسمها أنماط التعلق، ودي بتكون في مرحلة الطفولة وبتظهر حسب العلاقة بين الطفل وأهله. في 4 أنماط للتعلق. هبدأ بأول نمط وهو التعلق الآمن، وهنا بيكون الطفل بيلاقي الحب والاهتمام ومتوازن في حياته، لأنه اتعود على إنه يتعامل بالطريقة دي من غير شروط. النمط التاني اسمه التعلق القلق، وده بيكون فيه الأهل مش بيستجيبوا لاحتياجات الطفل بشكل متوازن، ودايما مترددين، فبيكبر وهو عنده خوف من البعد، وكل اللي بيشغله إنه يضمن وجود الطرف التاني بس. أما النوع التالت اسمه التجنبي، وهنا الأهل مش بيوفروا الاحتياج العاطفي للطفل، وهنا الطفل بيتعلم إنه ما يعتمدش على حد، وبيكبر وهو خايف إنه يرتبط بحد، فبيبعد عن العلاقات أو بيحس إنه لازم يعتمد على نفسه أكتر. وعندنا النمط الرابع اسمه التعلق المضطرب، وده بيحصل لما بتكون البيئة اللي بيعيش فيها الطفل غير مستقرة، زي مثلا لو الأهل بيتعاملوا بشكل عنيف مع الطفل أو بتكون ردود أفعالهم غير متوقعة، فبيكبر الطفل وهو مش فاهم يقرب من الناس ولا يبعد عنهم، وده بيخليه يدخل في علاقات غير مستقرة ومؤذية ليه جدا. وهنا نقدر نقول إن الطريقة اللي بيتعامل بيها الطفل في بداية حياته بتحدد شكل العلاقات اللي هيعيشها لما يكبر. وده معناه إن الطفل اللي بيكبر وهو عنده نقص في الإحساس بالأمان العاطفي ممكن لما يكبر يدور عليه في أي حد تاني بشكل غير سوي أو غير صحي، ويوصل الموضوع لتعلق مرضي لمجرد إنه يعوض الفراغ اللي حاسس بيه. وده يفسر لنا ليه بعض الناس عندهم خوف شديد من البعد أو بيحاولوا يتمسكوا بأي علاقة حتى لو كانت مؤذية. بالظبط، لأنهم بيحاولوا يسدوا نقص داخلي من الطفولة. وعلشان كده العلاج مش مجرد تغيير سطحي، لكن بيحتاج وعي بالمشكلة وتغيير في طريقة التفكير. وعلشان كده من الحاجات المهمة إن الأهل يعلموا أطفالهم إزاي يكون عندهم توازن بين إنهم يعتمدوا على حد وإمتى يستقلوا بنفسهم. وده بيبدأ بحاجات بسيطة، زي إن الطفل يتعلم يتحمل مسؤولية قراراته من وهو صغير. ده هيفرق جدا في شخصيته. ودلوقتي في سؤال بيشغل ناس كتير: إزاي نعرف الفرق بين الحب والتعلق؟ الحب بيكون في حرية، يعني بتقدر تحب شخص بدون ما تحس إن حياتك متوقفة عليه. أما التعلق فدايما يكون في شعور بالقلق، الخوف، توتر، يعني بتحس إن كأنك هتضيع لو الطرف التاني مش موجود في حياتك. يعني الحب بيكون مبني على الاختيار والإحساس بالحرية، أما التعلق المرضي مبني دايما على الاحتياج والخوف من الوحدة. وده اللي لازم أي حد يلاحظ الفرق بينهم في حياته. التعلق مش دايما غلط، لكن لازم يكون بحدود صحية علشان ما يتحولش لنقطة ضعف ممكن مع الوقت تأذينا. العلاقات الصحية بتساعدنا نكبر، نتطور، لكن التعلق المرضي بيخلينا واقفين مكاننا ومش بنقدر نعمل حاجة. وده اللي محتاجين نشتغل عليه كل يوم، نرتبط ونبني علاقات لكن من غير ما نأذي نفسنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي على الفيسبوك وإنستجرام، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.